السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات سلمى. اليوم غنصايب واحد البانيه بحال اللي كيتباع في برا، كنجيو من المحلات، كيجي رائع وسهل، غادي يعجبكم ان شاء الله. نتمنى الوصفات ديالي كيكونوا ينالوا الاعجاب ديالكم، وديروا ابوني للقناه باش يوصلكم كل جديد ديالي. بلا ما نطول عليكم نبداو في المقادير. غنحتاجوا نص لتر الحليب يكون دافي، ما يكونش سخون، نص كيلو ديال الفورص، شويه الملحه، شويه الخميره العجين، معلقه صغيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال سنيده، سكر سنيده وفاني وحده. غنبداو في التحضير. غنديروا العناصر كلها: الفاني، الملح على حسب الذوق، الخميره، سنيده والزبيده اللي عندنا. كنجمعوها مزيان، كنديروا الحليب كله. الا لقينا العجينه جاريه بزاف كنزيدوا شويه الدقيق. المهم داك نص كيلو ماشي ضروري اننا نديرو نص كيلو بالضبط، نقدروا نزيدوا عليه على حسب الدقيق، الا كان كيشرب ولا كان ماشي كيشرب. المهم اننا كنخليوها مرخوفه. كتولي العجينه عندنا هكا مرخوفه شي شويه على هذا الشكل. على هذا الشكل تكون عندنا. كنخليوها ربع ساعه ترتاح، ومن بعد غنجيو نرجعو باش نوريكم كيفاش الطريقه غنصايبوها. من بعد ما خلينا العجين ديالنا يرتاح ربع ساعه، كنحتاجو شويه الزيت وشي طاوه فاش نديرو العجين. غنشدو يدينا نديرو فيهم شويه الزيت، وغندير كويرات وغنشدهم نحلهم من الوسط غير شويه ماشي بزاف، ونحطهم نخليهم يخمروا. غنبقاو على هذا الشكل تنساليو العجين ديالنا كلها، وغنخليوها ملي غنساليو ساعه تخمر اللي غنبداو نقليو فيها. ملي كيخمر البانيه ديالنا على هذا الشكل كنمسو بالاصبع ديالي كنشوفو منفوخ. غادي ندير المقله فيها الزيت سخون، تيسخن لينا الزيت مزيان، نلوحو فيه شويه الملحه ونشوفوه راه الملحه طلعت الفوق كنعرفو راه سخن. كنشد شويه الزيت ونديرو في يديا باش ملي نهز الكويرات ديالي ما يلصقش ليا فيهم، وغنهز ها ونحلها مزيان بحال البانيه ديال اللي كيتباع على برا، ونحطها تقلى في الزيت. الا كانت عوجه كنقادها شويه بالفرشيطه. ملي كتحمر من واحد الجهه كنقلبوها على الجهه الاخرى باش تحمر لينا. كنبقاو نقلبوا فيها حتى تحمر مزيان. هاد البانيه ما كيشربش الزيت، باش زوين ما كيشربش نقطه الزيت. الزيت اللي كتوضعي في المقله كيبقى حتى الاخر.
ها هي تحمرات كنحيدوها. وبنفس الطريقه غنصايب الاخرى، نجبدها مزيان على حسب بغيناه كبير بينه صغير كنديروا الكبيرات ديالنا. بنفس الطريقه كنبقى ملي كتحمر من التحت غادا نقلبها عاوتاني على الجهه الاخرى باش تحمر. كنبقى نقلب فيه حتى يتحمر مزيان من كلشي الجوانب، وغادا نزولو نبقاوه على هاد الطريقه تنساليو البنيه كله. ها هو هذا مني وجد كيجي على هاد الشكل. نتمنى يعجبكم. هاد البنيه رائع مجرب، كيجي زوين ما كيشرب لا زيت لا والو. نتمنى يعجبكم الفيديو وديروا ابوني للقناه باش يوصلكم كل جديد.